اليوم شنو اللي دفعك انت تبيع اطفالك او اولادك؟ والله دفعني ابيع اطفالي ويعني بهالمأساة هاي اني اول شيء معوق حرب. يعني لا راتب عندي، لا بيت، لا سكن. يعني عندي 5 جهال، عندي هالاطفال الاثنين قلت ابيعهم حتى لو على 150 الف. لا اله الا الله. 150 الف ابيعهم في سبيل يعني اعيش. اثنين 150 الف؟ كل واحدة على 150. مستحيل. يعني كل وحده على 150 الف في سبيل اعيش اخوانهم الاخرين، لان انا ما عندي، انا معوق حرب والناس تعطيني. والله الناس يعني تعطيني. البيت ايجار، لا راتب، لا شيء، لا يعني وين اروح؟ قل وين انطي شيء؟ ما حد يساعدني، ما حد ينطيني، لا. وين دكتور؟ أنا ما دافع عن المسؤولين ولا لي علاقة بالمسؤولين. أنا رجال حقاني وأرفض كل هاي الممارسات اللي يمارسوها المسؤولين. سرقوا أموالهم، أخذوا أموالهم، طلعوها برا وما زالوا يمارسون السرقة. أنا لن أدافع عن هؤلاء الناس. لن أدافع عن أي مسؤول سرق أموالهم، وأني لن أكون مصد لهم أبدا. يعني تدافع عن المسؤولين قصدك؟ أنا دا أكون في موقف، لا أنا دا أكون في موقف وكأني أدافع عن سلطة معينة مارست شيء معين بحق هؤلاء الناس. أنا ما أكون بهذا الموقف أبدا. بالعكس انت اليوم موجود بالعكس حتى تنقذهم، احنا جايبك حتى تنقذهم. أنا ما أقدر أنقذهم، الناس اللي بيديهم الفلوس باقوا فلوسهم ومصرين على أن يبوقوها. أنا ما أقدر كل شيء أقدم لهم، يؤلمني هذا الشيء وأشعر بالخزي والعار. طيب ليش باقي في مكانك إذا يؤلمك هذا الشيء دكتور؟ شو وين أخو؟ وين مكاني؟ مكانك اليوم أنت مو رئيس الهيئة الرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة؟ حبيبي أنا رئيس هيئة ذوي الإعاقة. تمام. أنا يقدموا لي ناس معوقين يروحون لجنة طبية، هذا الرجال دا يعاني كل لحظة بلحظته. هذا دا يتألم، هو معوق، دا يتألم. هذا الرجال إذا يمر بالنظام مالتي بعد سنة ما يحصل على حقه. لا إله إلا الله. إذا أنا دا أقول لك إياه، هذا الرجال محتاج واحد يقول له تفضل أخذ روح عيش. وهم انطوه لوزارة الهجرة والمهجرين فلوس، قالوا لهم انطوهم، أخذوا الفلوس بجوهم وانهزموا. لا إله إلا الله. ما عندي استعداد يعني أدافع عن فلان وعلان. كمل حلقة وياي ونحكي هذا الكلام؟ لا ما أقدر أحكي أنا هذا الكلام، ما أقدر. هذا راد له ناس قوة جبارة تغير الوضع. الوضع سيء إلى درجة يعني واحد يقول لي أنا عندي تريليون ناطيتني الدولة حتى أصرفها على النازحين وعلى كذا، ما تعطيها ايش تنتظر؟ ايش تنتظر؟ ومنين جابن هاي الفلوس؟ هي الدولة ناطت إياه. يريد يعينوهم؟ يريد يذبحهم على مسطرة، هذا هيك وذاك هيك حتى ينطي الفلوس، انطي الفلوس ده يقول لك أنا تعبان. وما يقدرون يعينوهم؟ ليش ما يقدرون يعينوهم اليوم؟ بس ابدا افهم، اليوم وزاره العمل ما تقدر تعين الفقراء؟ لا هاي مو وزاره العمل، هاي منو العد؟ هاي مأساة الهجرة والمهجرين، عدة تريليون دينار. بلد ده يحترق وده ينباق وكل واحد ده ينهش بلحمه. لا اله الا الله. لك الله يلفقك، لك الله يلفقك. لكم الله. شيل عيني هاي. لكم الله، لكم الله. هذا الموقف يعني مؤلم بالنسبه لي، يعني ما اقدر اتحمله يا اخي، ما اقدر اتحمل هذا الشيء. اقعد اباوع عليهم، شلون يصير هذا الشيء؟ لا تريد انت ترسل بي جلطه يلا. يعني طبيب اطفال، انا اشتغل الاطفال المعوقين، يجي يقول ما عندي فلوس اشتغل له مجانا. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فذكر قدرة الله عليك. بس إذا اليوم أنت بمكان المسؤولية ومسؤول وقدرتك خلتك أنه تظلم الناس، فتذكر الله سبحانه وتعالى. بس هيك لك إياها.